السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى عاملين إيه؟ عاملين أكلة حلوة كده من الزمن الجميل. هنطبخ طبيخ بقى حلو كده من الطبيخ بتاعنا بتاع زمان. هو الجو طبعا حر، بس النهاردة الجو مش حر قوي. خلاص بقى احنا كل سنة وانتم طيبين داخلين على المدارس، وخلاص دخلنا في شهر 9. فهيبقى الجو ان شاء الله حلو كده لطيف، مش هيبقى حر زي ما كان. وهنعمل بقى ايه الطبيخ بتاعنا الحلو بتاع زمان دوت. معانا ايه هنا بقى؟ معانا بصوا الفرخة الجميلة دي. بصوا انا غسلاها كويس جدا جدا جدا، ونقعاها ومصفياها كويس جدا، ومتبلاها بشويه ملح وشويه فلفل وبصليه كده معموله في الكبه، طحنها ناعم جدا. ومعايا الشوربه بتاعتي هنا اهي، حاطه فيها ايه؟ حاطه بصل، وحاطه اللهم صل على النبي ورق لورا وحبهان. حاطه بقى ورقتين لورا كبار كده، وحاطه 2 عود قرنفل، وحاطه طبعا معانا ملح، وحاطه طبعا فلفل اسمر، وحاطه طماطميه كده معصوره كويس جدا. واللهم صل على النبي كمان حاطه ايه؟ حاطه معلقه كبيره من الماجي البودر. الشوربه بتبقى حلوه جدا 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 بالطريقه دي. ومعايا بقى الفراخ زي ما وريتها لكم اهي، مغسوله كويس جدا. هنزلها بقى ايه في الشوربه بتاعتي اهي. بصوا يا جماعه، احنا النهارده هنطبخ كده ايه فاصوليا كده بيضه وشويه رز وشويه لسان عصفور، حاجه كده بقى ايه جميله جدا. طبيخ بقى من الطبيخ المصري بتاعنا الحلو اللي احنا واخدين عليه ده. بصوا، تبلي الفراخ كويس جدا يا جماعه بالتتبيله اللي انا قلت لكم عليها دي. عشان التتبيله دي لما بتتبلي الفراخ فيها وتسيبيها شويه قيمه نص ساعه كده، بتخلي الفراخ طعمها حلو جدا، وبتخلي الشوربه حلوه جدا جدا، وبتطعمها، وبتخلي شوربتك كده حاجه كده يعني ايه، بتبقى في منتهى الجمال، وبتبقى ريحتها قلب البيت كله. هروح بقى انا دلوقتي كده هسيبها لحد ما تغلي وتستوي معانا. هنروح نعمل بقى مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض التغذيه بتاعت الفاصوليا البيضه بتاعتنا، وهنشوف هنخدع ازاي للفاصوليا بتاعتنا. وهنعمل مع بعض شويه ملوخيه كده حلوين وشويه لسان عصفور. هنظبط كده ايه الاكله بتاعتنا. هنسيب بقى الفراخ لحد ما تستوي وتغلي، يلا بقى نروح مع بعض نعمل مع بعض الايه الفاصوليا بتاعتنا. بصوا بقى يا حبايبي، هنعمل بقى مع بعض التغذيه بتاعت الايه بتاعت الفاصوليا البيضه. انا معايا هنا بصلايه كبيره، فرماها كويس جدا في الكبه، منعماها قوي، وحاطه عليها معلقه سمنه او زيت او زبده اللي موجود عندك اشتغلي بيه. هحمرها كده كويس جدا، انا عايزه لونها يبقى ذهبي كده حلو. وهحط لها معلقه سكر طبعا عشان خاطر ايه تعادل الحموضه بتاعه الصلصه وطعم الاكل بتاعنا، وبتخلي لون الصلصه حلو كده. هحط لها دلوقتي معلقه السكر. بصوا معلقه سكر كده صغيره اهي. بصوا هحمر بقى البصله دي لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو بتاعنا كده، وبعد كده هقول لكم بقى نعمل عليها ايه، هنعمل فيها ايه. ماشي، هخلص بقى انا كده تحميلها عشان ما اطولش الفيديو عليكم، وهوريها لكم بقى في الاخر. بصوا بقى يا حبايبي، البصله بتاعتي اهي خدت اللون الذهبي الحلو ده. بصوا لونها. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي معصوره. هسيبها بقى لحد ما تتسبك، بس مش هسبكها للاخر، انا هسبكها كده حاجه بسيطه عشان طبعا الجو حر، فاحنا مش عايزين ناكل برضو طبيخ يبقى مسبك قوي علينا عشان ما يتعبناش. وهسيبها بقى لحد ما تاخد التسبيكه اللي هي الخفيفه بتاعتي دي، وهسقل بقى عليها ايه الفاصوليا. ماشي، بصوا الفاصوليا اهي انا نقعها شويه كده، وبعد كده ايه سلقتها في ميه سخنه وصفيتها كويس جدا، وهسقيتها بقى بعد كده على الايه على الصلصه بتاعتي. هروح بقى انا دلوقتي هخلص ايه شويه تظبيطات كده، هعمل شويه الرز وشويه لسان عصفور، وهعمل شويه ملوخيه. طبعا انا عملت معاكم قبل كده الملوخيه كذا مره. هنعمل بقى ايه شويه رز وشويه لسان عصفور، وهوريكم بقى ايه الاكل في الاخر. بصوا بقى يا حبايبي، معايا الرز اهو، ومعايا الفراخ بتاعتي اهي استوت. بصوا الشوربه بتاعتها حلوه ازاي، فاتحه وجميله ولونها حلو قوي قوي. بصوا عامله ازاي. هحمرها دلوقتي. ومعايا الصلصه اهي بتاعتي. بصوا سبكت اهي على خفيف. هحط بقى ايه الفاصوليا بتاعتي. بصوا بقى يا حبايبي، معلش المقطع ده ما تصورش، حطيت الفاصوليا، انا كنت طبعا سلقه الفاصوليا 3/4 سلقه،
وزودت شويه شوربه عشان خاطر تبقى ايه الصلصه بتاعتي حلوه كده اهي. بصوا عامله ازاي. هي طبعا هتغلي كده دلوقتي، هتغلي مع الصلصه ومع الشوربه دي. وهزود الملح. طبعا انا هحط الملح اللي هو الايه معلقه كده صغيره، التمليحه المظبوطه، لان احنا طبعا حاطين شوربه مملحه بس الصلصه مش مملحه. ماشي. وهحط عليها شويه فلفل اسود، معلقه فلفل اسود كده، ما بحطلهاش اي توابل تاني ولا اي حاجه. هسيبها بقى تغلي مع نفسها كده، والفاصوليا بتاعتي تكمل سواها، لانها طبعا مش سلقاها سلق كامل، عشان انا عايزاها تكمل سلقاها في الصلصه. بس كده هسيبها بقى تسلق او تستوي في قلب الصلصه. وهحمر بقى الفراخ، وهعمل شويه ملوخيه، وهعمل شويه سمنه عصفور كده صراع، وهغرف لكم بقى في الاكل في الاخر، اوريكم بقى ايه الاكل عامل ازاي. ودلوقتي بقى يا حبايبي بصوا خلصنا خلاص الاكل بتاعنا وغرفنا اهو. بصوا الفراخ حمرتها كده في شويه زيت وشويه سمنه، ومعانا اهي الملوخيه بتاعتنا. بصوا الملوخيه لونها تحفه وطعمها حلو جدا جدا. دي الملوخيه دي انا مفرزاها زي ما كنت عاملاها معاكم في القناه. شويه لسان عصفور حلوين اهم للولاد كده يشربوه، وشويه الفاصوليا بتوعنا. بصوا حلوه ازاي الفاصوليا، بصوا لونها حلوه جدا جدا وطعمها بيبقى حلو جدا. بعملها كده على طول خفيفه. وطبعا طالما في ملوخيه يبقى في شويه كده بتنجان مخلل حلوين. بصوا انا سلقاه وعامله له كده خلطه، هبقى اعمله ان شاء الله كده في مره كده معاكم. وده شويه الرز بتاعنا اهو. بصوا وده كده النهارده كان الاكل بتاعنا. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفاصوليا بتاعتي، وقولوا ايه رايكم برضو في الفراخ، لونها عامل كده حلو ولا ايه. قولوا لي ايه رايكم فيها. والملوخيه بصوا لونها تحفه. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو. لو عجبكم اكل زمان وطبيخ زمان اللي ما يعلاش عليه، اللي بيظبط الدماغ فعلا، ولا بقى شاورما ولا كريب ولا بانيه، هو الاكل ده هو المفيد وهو الحلو لينا، هو اللي بيبصوا من الاخر، هو اللي بيشبع. وطبعا اكل زمان حلو جدا، وطبيخ زمان بقى اللي هو ايه من روايح زمان كده الحلو ده. هو اي نعم الجو مش مستحمل، بس احنا خلاص ابتدى الجو يبقى حلو شويه. فالايام الجايه بقى دي كده هنعمل حاجات طبعا فيها طبيخ كتير بقى. الشتا داخله عايزين ناكل حاجات تدفينا. هنعمل طبعا سبانخ، وهنعمل قلقاس، وهنعمل اللهم صل على النبي، هنعمل بسله. كل بقى اخضار الشتا الحلو الجميل بتاعنا ده هنبقى نعمله كده مع بعض ان شاء الله. عشان الشتا مش عايزه غير الدفى، ومش عايزه غير الاكل الحلو اللي يدفي. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل، وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم. واقول لكم مع السلامه.